بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي ومرحبا بكم مجددا في قناة كنوز الصحة لتحضير أروع وأطيب الأطباق الصحية. في خضم الحياة المتسارعة نحتاج أحيانا إلى وقفة، لحظة نعيد فيها توازننا ونمنح أجسادنا ما يستحق من العناية، ونستمد طاقة نقية تنعش الروح قبل الجسد. واليوم أشارككم وصفة بسيطة لكنها غنية، طبيعية لكنها عميقة الأثر. عصير البرتقال بالجزر والتمر مع لمسة من الزنجبيل، وصفة تجمع بين الطعم الرائع والفوائد الصحية لتكون رفيقتك في بداية يومك أو لمسة دفء في منتصفه. فما رأيكم أن نبدأ رحلتنا مع هذه الوصفة ونتعرف أولا على مكوناتها الطبيعية والبسيطة؟ نحتاج في هذه الوصفة إلى حبة برتقال ناضجة وجزرتين متوسطتان و3 حبات من التمر وقطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج وكأس من الماء البارد. وبعد أن أصبحت المكونات أمامنا ننتقل الآن إلى خطوات التحضير خطوة بخطوة. نبدأ بتحضير كل مكون على حدة لنتحصل في النهاية على عصير متكامل الطعم والفائدة. أولا نقشر حبة البرتقال ونقطعها إلى قطع صغيرة، ثم نقشر الجزرتين ونغسلهما جيدا ونقطعهما إلى دوائر أو مكعبات صغيرة. نأخذ قطع صغيرة من الزنجبيل ونقطعها بلطف ونتركها جاهزة. نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف حبات من التمر بعد نزع النوى ونسكب عليها كوبا من الماء البارد، ثم نخلط جيدا حتى نتحصل على مزيج متجانس. والآن وقد أصبح العصير جاهزا، دعونا نتأمل سويا ما تحمله كل مكوناته من فوائد مذهلة للجسم والعقل. البرتقال يمد الجسم بالفيتامين سي ويقوي المناعة وينعش البشرة بنضارة طبيعية. الجزر يعزز صحة العيون ويغذي خلايا البشرة بعمق. التمر يمنح طاقة متوازنة ويشعر بالشبع ويغذي الجسم دون أن يرهق المعدة. أما الزنجبيل فهو يهدئ الجهاز الهضمي ويحسن الدورة الدموية ويمنح الجسم دفئا لطيفا من الداخل. تركيبة بسيطة لكن قوتها تكمن في انسجام عناصرها وفي نية العناية التي نمنح بها أنفسنا. وبعد كل هذا، هل ما زلت تتساءلين إن كانت تستحق التجربة؟ إليك كلمتي الأخيرة: جربي هذه الوصفة وامنحي نفسك وقتا صغيرا لتحضيرها وستندهشين من أثرها الكبير. إذا راقت لك لا تترددي في مشاركتها مع من تحبين، فهي أكثر من مجرد مشروب، هي رسالة حب صغيرة من جسدك إلى روحك. وإن كنت تزورين القناة لأول مرة فأدعوك للاشتراك وتفعيل الجرس، لأن كل وصفة هنا ليست مجرد فكرة، بل هي أسلوب حياة وخطوة صادقة نحو حياة أكثر وعيا وهدوءا. صحة وعافية. سلام.